أنا سلمى عندي 43 سنة متجوزة. طارق بقالي 18 سنة. جوزي عنده شركة استيراد وتصدير وبيسافر كتير برا مصر. مشكلتي الكبيرة اللي بتموتني من جوايا هي إن طارق بارد عاطفيا، بارد لأقصى درجة تتخيلوها 8 سنين، وأنا مستحملاه آخره معايا 5 دقايق بس كده، وبعدين يقوم ينام ومفيش أي كلمة حلوة ولا حضن ولا حاجة ولا حتى بص في عيني مرة واحدة. كنت دايما أقوله يا طارق أنا ست وليا احتياجاتي، أخرك معايا 5 دقايق وبعدين تدير ظهرك، حرام عليك. طلقني علشان أروح أتجوز واحد راجل يعني يحسسني إني ست مش آلة. وهو يرد عليا ببرود ويقول لي يا سلمى انتي كبرتي قوي على ايه الكلام ده، اصبري بس فترة وهتتعودي. أنا كنت بحاول أفهم إيه اللي حصل، ليه، إيه اللي خلى جوزي كده. هو كان زمان مش كده، أول ما اتجوزنا كان حنين وعطوف، بس بعد ما الشركة بتاعته كبرت وبقى بيسافر كتير بدأ يتغير، بدأ يبقى بارد ومش مهتم. حاولت أكلمه مرات كتير، حاولت أفهم منه إيه المشكلة، بس كان دايما يقولي مفيش حاجة، كل حاجة تمام. كريم ده ابن صاحبتي نادية اللي ماتت من 3 سنين وسابته لوحده. أنا بعتبره ابني بالظبط، بس طبعا هو راجل دلوقتي عنده 21 سنة وجسمه رياضي ومهتم بنفسه وطوله 185. سمي نادية كانت صاحبتي من أيام كلية التجارة، كنا مع بعض في كل حاجة لما ماتت وسابت كريم لوحده. حسيت إن لازم أكون موجودة ليه، لازم أعوضه عن أمه اللي راحت بعد ما نادية ماتت. فضلت أتصل بكريم وأطمن عليه وأدعوه يزورنا، بس هو كان رافض. كان بيقولي أنا كويس يا خالة سلمى، متقلقيش لحد ما أنا مرضت شوية ودخلت المستشفى بسبب ضغط عالي. قال لي لازم أجي أطمن عليكي يا خالة سلمى، مش ممكن أسيبك وإنتي تعبانة. أول لما كريم بدأ يزورنا الموضوع اختلف. كريم كان بيجي كل 2-3 يطمن عليا ويقعد معايا يحكي لي عن شغله وعن حياته. كان بيشتغل في شركة تسويق إلكتروني وكان طموح وعايز يعمل مشروعه الخاص. أنا عارفة إن جمالي وجسمي يعني لسه مظبوط ومليان زي ما بيقولوا، صدر كبير وخصر معقول، مش بعمل حساب لحد في لبس في بيتي، يا دوبك بلوزة وبنطلون جينز عادي كده، ومفيش حاجة تحت البلوزة علشان بكون في بيتي، وكمان بحب ألبس مريح. ده كله كان ممكن يعمل مصيبة مع شاب لسه صغير زي كريم، بس أنا كان في دماغي حاجة تانية خالص. أنا كنت بعامله كابني. في يوم من الأيام كنت قاعدة في المكتب بتاعي في البيت وكنت بشتغل على اللابتوب، كريم كان عندي وقاعد معايا بيساعدني في شوية شغل على الكمبيوتر. كنت بطلب منه يجيب لي ملف كده عالي من الدولاب اللي في المكتب وهو وراي يبقى يجيب لي الملف. وقفت على الكرسي علشان أوصل للملف وهو واقف وراي ماسك الكرسي علشان ما يتحركش. حسيت بحاجة بتتحرك وراي، حاجة صلبة كده. ده كان الموبايل بتاعه زي ما كنا يعني بنسميه. اتفاجئ بس عملت نفسي يعني مش حاسة، وكنت بتمطط علشان أطول المدة وهو وراي. ولما نزلت من على الكرسي قلت له اوعى بقى أنا هجيبه المرة الجاية. ولما بصيت عليه لقيت الموبايل بتاعه كبير قوي وبارز بطريقة واضحة ووشه أحمر، بس ده ما كانش كسوف، ده كانت شرارة بدأت تولع في قلبي. من اليوم ده بدأت أحس بحاجة غريبة، بدأت أبص لكريم بطريقة مختلفة، بدأت ألاحظ جسمه الرياضي وإيديه قوية وطريقة كلامه الحلوة. كنت بقول لنفسي إيه ده اللي بيحصل لي؟ ده ابن صاحبتي، ده زي ابني، بس مش قادرة أتحكم في مشاعري ولا في جسمي اللي بقى يطوق لأي لمسة أي إحساس بعد 8 سنين جفاف عاطفي. في ليلة من الليالي كنت قاعدة بكلم طارق في غرفة النوم على التليفون، وكان مسافر الإمارات في شغل، وكنت زهقانة منه بعبه على بروتو وإني مفيش فايدة من الكلام معاه. قلت له بعصبية يا طارق انت مش راجل، انت مش حاسس بيا، انت مش شايفني، طلقني وخلصني. وهو قال لي بهدوء غريب طيب بصي يا سلمى، انا عارف اني مقصر معاكي وعارف انك تعبانة. وجات له فكرة ساعتها جنونية، قال لي انت عايزة حد يحسسك انك ست صح؟ قلت له ايوه. قال لي طيب كريم ده شاب قوي ولسه في عز شبابه وانا شايفه بيبصلك. انا اتصدمت، قلت له انت بتقول ايه؟ قال لي انا بقول الحقيقة وانا مش غيران، انا عايزك تبقي مبسوطة. انا قفلت التليفون في وشه مش مصدقة. اللي سمعته جوزي بيقول لي اعمل علاقة مع كريم، ده جنون. بس الفكرة فضلت في دماغي، الفكرة بدأت تكبر وتكبر لحد ما بقيت مش قادرة أفكر في حاجة تانية.
اليوم اللي بعده رحت لكريم علشان أتكلم معاه وقفت له عن مشكلتي مع طارق. قعدنا في الصالة وقلت له: يا كريم أنا عايزة أحكي لك حاجة وعايزاك تسمعني كويس. قال لي: اتفضلي يا خالة سلمى، أنا كله أذان صغير. قلت له إن جوزي بقاله 8 سنين مش بيحسسني إني ست، مش بيقولي كلمة حلوة، مش بيحضني، مش بيبص في عيني، حتى أنا حاسة إني ميتة من جوه كريم. قال لي بحزن: يا خالة سلمى ده ظلم، ده حرام عليه، انت ست جميلة ومحترمة وتستاهلي كل خير. قلت له بس مفيش فايدة، هو مش حاسس بيا خالص. كريم قرب مني شوية وقال لي: يا خالة سلمى، ده أنا لو كنت مكانه كنت هخليكي تحسي إنك ملكة. أنا أقدر أخلي الست تحس إنها في السما مش على الأرض. أنا أقدر أخلي الست تنسى كل حاجة وحشة حصلت لها. أنا ضحكت ضحكة عصبية كده وقلت له: طيب الموبايل بتاعك يقدر ولا صغير زي موبايل عمك طارق؟ هو ارتبك كده واحمر وشه وقال لي: يا خالة سلمى انتي بتقولي ايه؟ قلت له: انا بسأل سؤال عادي، الموبايل بتاعك كبير ولا صغير؟ هو قال لي بصوت واطي: يا خالة سلمى انا زي ابويا، ابويا كان موبايله كبير قوي وانا موبايلي زي موبايل ابويا، والحمد لله مفيش شكوى. بس انا كنت بتكلم في صميم المشكلة، مش عايزة ألف وأدور بعد كلام كتير. وضحك وهزار وتوتر قال لي: أنا عارف إنك تعبانة يا خالة سلمى، وعارف إنك محتاجة لحد يكون جنبك. أنا مش عايزة أشوفك تعبانة، أنا عايزة أساعدك، أنا عايزة أحل المشكلة بس. خايف؟ ده حرام، ده غلط. قلت له: مين قالك إن ده غلط؟ جوزي نفسه اللي قال لي إن ده ممكن يكون حل. هو اتصدم، قال لي: عمك طارق قالك كده؟ قلت له: أيوة، هو عارف إنه مقصر معايا وعايزني أبقى مبسوطة. في اليوم التاني كريم كان قاعد في البيت وكان لابس بنطلون رياضي، بس كان في الأوضة بتاعته. أنا دخلت عليه علشان أديله القهوة الصبح ولقيته قاعد على السرير والموبايل بتاعه كان واضح وبارز في البنطلون. أنا وقفت على باب الأوضة بصيت كتير، مش قادرة أبعد عيني عنه وقلت له: صباح الخير يا كريم، الموبايل بتاعك النهاردة شكله حلو قوي. هو ضحكه قال لي: صباح النور يا خالة سلمى، ده الموبايل ده صاحي من بدري. قلت له: طيب ليه الموبايل بتاعك كده كل يوم أنا بشوفه وبحس إنه بيكبر كل يوم عن اللي قبله، والموبايل ده أكبر بكتير من موبايل عمك طارق؟ هو قال لي: يا خالة سلمى ده علشان الموبايل ده بيشوفك كل يوم وبيحبك. أنا واحدة ضعيفة وأنا شفت موبايله كده وسمعت كلامه الحلو، سخنت قوي وحسيت كده اني اتبللت ميه وما بقيتش عارفه اتمالك على نفسي. قربت منه ومسكت ايده وبدات العب في الشاحن بتاع الموبايل. قلت له: الموبايل ده عايز شحن ولا لسه؟ قال لي: ده محتاج شحن ضروري. المشكله ان الشاحن مش موجود. لما حاولت ابعد وارجع لوعي لقيت كريم قايم من على السرير ومسكني من ايدي وبيقول لي: يا خالة سلمى، انا عارف انك عايزاني وانا كمان عايزاك، انا عارف انك محتاجه وتعبانة وانا هريحك في كل حاجة، بس لازم نكون متأكدين ان ده اللي احنا عايزينه. انا اتصدمت من جرأته، ضربته بالمخدة علشان اداري ارتباكي كده وقلت له: انت بتقول ايه يا كريم؟ ده انا خالتك، بس جسمي خانني ومش قادرة اسيطر على نفسي. رجعت تاني وندمت على اني ضربته. قعدت اعيط ومسكت ايده بقوة وقلت له: اوعى تسيبني وتمشي، اوعى تفتكر اني واحدة وحشة، انا بس تعبانة ومحتاجة لحد يحسسني اني عايشة. انا بعتبرك ابني، بس في نفس الوقت انت راجل وانا ست، تعرف تعمل معايا اللي طارق مش عارف يعمله، بس يكون سر ما بينا يا حبيبي. انا بحبك ومحتاجالك قوي. كل ما بشوفك واشوف موبايلك ده ببقى عايزاك يعني تشحن الموبايل وتدخل الشاحن في المكان الصح. قلت: لا، تعرف تشحن الموبايل، تعرف تخلي البطارية تشتغل تاني، تعرف تخلي الموبايل يرجع يشتغل زي الأول. هو فهم الإشارة وفهم إن الموبايل ده هو جسمي اللي بقاله سنين واقف محتاج شحن، محتاج حد يخليه يشتغل تاني، وإن الموبايل بتاعه هو الحل الوحيد. هو قال لي: أنا هشحن الموبايل بتاعك بس بشرط إنك ما تندميش بعدين وما تقوليش إني غصبت عليكي. قلت له: أنا مش حل هندم أبدا، أنا عايزة كده من زمان، بس كنت خايفة أقول. أنا كنت عارفة إن مفيش رجوع بعد كده وما كنتش عايزة أرجع خالص. كريم كان قدامي والموبايل بتاعه كان قايم وواضح وكبير وكان بيستنى بس إشارة مني. قلت له: أنا سايحة ومش قادرة أقف ومش عارفة أفكر. يلا يا كريم أنا معاك، بس بالراحة علشان الشاحن مش حمل الحجم الكبير ده كله من زمان. هو مردش بالكلام، قرب مني ومسكني بقوة
وحضنني حضن قوي حسيت فيه بالأمان، وبدأ يبوس بوسات مجنونة كده على رقبتي وعلى شفايفي وعلى وشي كله. بدأ يشحن الموبايل زي ما اتفقنا، قرب مني أكتر ومسكني من خصري وشدني ناحيته بقوة وقال لي سيبيني سيبيني أنسيكي اللي انت فيه، سيبيني أنسيكي كل الوجع والألم، سيبيني أنسيكي طارق بروتو. قلت له بس ما تقوليش يا خالة سلمى تاني، قولي يا حبيبتي، قولي يا سلمى، قولي يا روحي. وبدأ يقول لي كلام حب وغرام ما سمعتوش في حياتي من طارق. دخلنا غرفة المكتب علشان غرفة النوم فيها ذكريات مع طارق ومش عايزة أدنسها كريم. قفل الباب ورينا وطلع الموبايل من جيبه وبدأ يحط الموبايل ببطء في الشاحن، وأنا كنت بصرخ صرخة مكتومة من الإحساس اللي عمري ما حسيته قبل كده، من الإحساس إني بقيت ست تاني، بقيت حية تاني. بدأ يشحن ببطء الأولاني وكل ما بيتحرك حركة كانت بتخليني أصرخ أكتر وأطلب منه يكمل وما يوقفش أبدا. وبدأ يقولي كلام حب كده وغرام وقال لي انتي أجمل ست شفتها في حياتي، انتي تستاهلي كل خير، انتي تستاهلي حد يخليكي تحسي إنك ملكة. وقال لي الجنون ده كله وأنا بقيت أرد عليه وأقوله تاني يا حبيبي، تاني يا روحي، كمل ما توقفش أبدا. احنا في عز المشهد وفي عز ما كريم كان بيشحن الموبايل وأنا نسيت الدنيا كلها. فجأة التليفون رن، بصيت على الشاشة لقيت اسم طارق بيتصل. راحت عيني كده على الاسم وقلبي وقف. أنا جمدت في مكاني، كنت متوقعة إني أقفل ومرد ومكمل مع كريم، لكن كريم قال لي بصوت واثق ردي على طارق، أنا مش هوقف، أنا هكمل وانتي بتتكلمي معاه. عايزه يسمع، عايزه يعرف إن في رجالة بتعرف تشحن الموبايل صح. رديت على طارق وأنا صوتي متقطع ومش قادرة أتكلم كويس. قلت له بصعوبة أيوة يا طارق. هو قال لي انتي كويسة يا سلمى، صوتك غريب ومتقطع كده ليه؟ قلت له لأ أنا كويسة بس تعبانة شوية. وكريم كان مستمر في الشحن وما وقفش ثانية واحدة. طارق قال لي بصوت فيه حاجة غريبة بصي يا سلمى، أنا عارف إنك مش لوحدك دلوقتي، وعارف إن كريم معاكي في البيت، وعارف إنكوا في غرفة المكتب مش كده. أنا اتصدمت إزاي عارف؟ قال لي أنا حاطط كاميرا صغيرة في المكتب من زمان وشايف كل حاجة بتحصل دلوقتي وأنا مبسوط قوي إني شايفك مبسوطة. أخيرا أنا اتجمدت مش مصدقة اللي بسمعه. قال لي كمان وعايزك تكملي وتبقي مبسوطة أكتر. أنا مش زعلان ولا حاجة، أنا فرحان إنك لقيتي حد يريحك ويخليكي تحسي إنك ست. بس لو كريم ما طلعش راجل ويشحن الموبايل كويس يلا معاها أنا هطلقك. الكلمة دي بحد ذاتها كانت زي كهربا، خلتنا ننفجر. أنا اللي كنت في حالة يعني توتر وخوف وقلق اتحولت في ثانية واحدة لأنثى مجنونة وحيدة عايزة تاخد حقها كله. بدأ كريم يزيد السرعة ويشحن بقوة أكبر وأنا بصرخ من غير ما أهتم مين يسمعني. ساعتها قلت لجوزي وهو على التليفون وأنا صوتي عالي ومتقطع، شفت الرجالة يا طارق، شفت اللي انت مش قادر تعمله، شفت ازاي الراجل الحقيقي بيشحن الموبايل، شفت الفرق بينك وبين كريم. 20 دقيقة متواصلة اللي أنا حسيت بيهم كانوا أحسن 20 دقيقة في حياتي كلها. طارق كان لسه على التليفون مستمتع جدا بصوتي وبيشجع كريم يقوله أيوة كده يا كريم، زود الشحن، اكسر عينيها، خليها تعرف إن في رجالة بتعرف تشحن الموبايل صح، خليها تنسى كل السنين اللي فاتت، خليها تحس إنها ست. مش قالت المنظر كان جنان وغريب جدا، راجل على التليفون بيشجع شاب صغير على مراته والمكتب بيهز من تحتنا. كل ما كريم كان بيزود السرعة أنا كنت بصرخ أكتر، وطارق جوزي على التليفون يقوله يلا كمان شحن تاني ما تبطلش، خليها تجيب كل اللي جواها. استمر كريم في شحن الموبايل بقوة وسرعة لحد ما أنا حسيت إني مش قادرة أستحمل أكتر. قلت له كفاية كفاية يا كريم، مش قادرة، ولا أقولك كمل ما توقفش علشان البطارية تتملي خالص، وعلشان البطارية بتاعت الموبايل تتملي لآخرها وتفضل شغالة فترة طويلة. وفجأة بعد 20 دقيقة دول لقيت نفسي بصرخ صرخة عالية قوي، ولقيت كمية شحن نازلة مني رهيبة جدا، جسمي كله بيرعش وبيترجف. والشحن بتاع كريم لسه مجاش، الشحن بتاع اللي بيشحن لسه قوي، ولكن شحن الموبايل بتاعي اللي جه الأول. قلت له يا مجرم انت مش ناوي تجيب الشحن بتاعك ولا ايه؟ انت لسه قوي كده ليه؟ علشان يعني خاطر نديله كمان جوه الموبايل. وبدأ يشحن تاني ويكمل لغاية ما هو كمان وصل وجاب الشحن بتاعه. بعد فترة طويلة كريم وصل للذروة بتاعته والشحن نزل منه بغزارة،
نزل كله جوه الموبايل بتاعي، وأنا حسيت بيه وحسيت إنه سخن قوي وكتير. وبعد ما خلصنا كريم كان تعبان قوي ونفسه مقطوع، وأنا كنت فرحانة جدا ومبسوطة ومش مصدقة اللي حصل. قمت من مكاني وكنت لسه ماسكة التليفون وحضنت كريم، وبعدين كلمت طارق على التليفون وقلت له شفت الرجالة يا طارق؟ شفت ازاي الراجل الحقيقي بيعامل الست؟ شفت الفرق طارق؟ قال لي كريم وانا سامعة بصوت فيه فخر غريب بانتصار. انت اللي بتشحن الموبايل يا كريم، من دلوقتي الموبايل ده مش هيشتغل غير بيك، انت المسؤول عنه وعن صيانته. الموضوع استمر بعد كده فترة طويلة، وكريم فضل يجي البيت كل يوم، تقريبا كل يوم والتاني كان الموبايل بتاعي بيحتاج شحن تاني، أو يعني صيانة أو تغيير قطع غيار. وطارق جوزي كان بيشجعنا، ومرات كتير كان بيتفرج علينا من الكاميرا اللي في المكتب وبيتصل بينا وهو بيتفرج وبيطلب مني أكون مبسوطة وأخلي كريم يشحن الموبايل كويس. لكن بعد حوالي 4 شهور كريم بدأ يحس بالذنب، أو يمكن حس إن العلاقة دي بقت واجب عليه مش حاجة هو عايزها. بدأ يقولي يا خالة سلمى أنا حاسس إني بعمل حاجة غلط، أنا حاسس إني بعمل معصية كبيرة ومش عارف أكمل كده. فجأة في يوم من الأيام قرر إنه يسيب البيت نهائيا ويرجع شقته ويبعد عننا. أنا زعلت جدا ومش عايزاه يمشي، وطارق كمان زعل وحس إن اللي بيشحن الموبايل بتاعنا هيسيبنا. راح طارق لكريم يوم وحاول يقنعه يفضل، وقال له حد زعلك يا كريم؟ إحنا عملنا لك حاجة وحشة؟ قال له لأ أبدا، بس أنا حاسس إني عايز أرجع شقتي، عايز أبعد شوية عن الموضوع ده كله. كريم كان عايز يبعد عن الذنب والمعصية اللي هو حاسس إنه بيعملها طارق. قال له بحزن تمام يا كريم أنا فاهمك ومقدر قرارك، بس الموبايل هيفضل تحت أمرتك، يعني لو سلمى احتاجت شحن في أي وقت هي هتصل بيك وتجيلك لحد عندك في شقتك ولا مانع. ومن ساعتها كريم رجع شقته وساب البيت بتاعنا، لكن السر اللي بينا لسه موجود وعايش. أنا كل أسبوع أو أسبوعين بتصل بكريم وبقوله يا كريم الموبايل محتاج شحن تاني، وهو يقولي تعالي يا خالة سلمى، وأنا أروح له لحد شقته وهو يشحن لي الموبايل وينسيني كده. 8 سنين كاملين من الجفاف والبرودة العاطفية، ودلوقتي بعد ما كل حاجة خلصت وبعد حوالي سنة من بداية الموضوع ده أنا اللي بحكي لكم القصة دلوقتي، وأنا عايزة أفهم إيه اللي وصلني أنا وكريم للحال ده، وإيه اللي يخليني أسمح بلعبة الموبايل والشحن دي وفي بيتي، وبعلم جوزي كمان، ومع مين المذنب الحقيقي فينا كلنا. كريم رجع شقته وساب الموبايل وسابني، وأنا عارفة كويس قوي إنه اتصدم لما عرف الحقيقة كاملة. اتصدم لما فهم إن كل ده كان خطة مرسومة من جوزي طارق ومني أنا كمان، علشان نستغل شبابه وقوته ونشحن الموبايل اللي وقف بقاله سنين. أنا اللي كنت عايزاه منن الأول، أنا اللي خططت للموضوع ده من أول ما شفت الموبايل بتاعه. أنا اللي كنت عايزاه يفضل اللي بيشحن الموبايل بتاعنا علشان ينسيني السنين الطويلة بتوع البرودة والجفاف. يا لهوي على نفسي، أنا اللي قلت له في الأول موبايلك كبير ومش زي موبايل عمك طارق. أنا اللي شجعت كريم ودخلته في الدوامة دي وهو مش عارف يتصرف إزاي ومش عارف يقول لأ، علشان هو كان بيحبني فعلا وكان عايز يساعدني ومش عايز يشوفني تعبانة. هو مش لاقي إجابة دلوقتي، مش عارف يتعامل مع الموضوع إزاي. أنا اللي ما كانش عندي إجابة ولا عذر ليه إني أعمل معاه كده. أقول له إيه دلوقتي؟ لو قابلته أقول له إيه؟ اعتذر إزاي؟ أقول له إن ضعفت قدام شهوتي وقدام جسم شاب يتيم أب علشان أرضي نفسي وأرضي جوزي طارق اللي بيحب يتفرج ويسمع مراته مع راجل تاني. أنا عارفة كويس إن كريم عمل حاجة كبيرة وغلط ومعصية، بس العيب الأكبر والذنب الأكبر مش عليه لوحده، هو كريم. معذور يا جماعة، معذور جدا. شاب صغير عنده 21 سنة بس لسه ما اتجوزش وعمره ما عرف ست قبل كده، وقدامه إغراء كبير زي أنا وجسمي اللي كنت بعرضه قدامه عمدا، وبلبس مثير قدامه وبتكلم معاه بطريقة توحي بحاجات كتير. أنا اللي غلطانة، الغلط الأكبر كله عليا أنا وعلى طارق جوزي كمان. إحنا الاتنين اللي استغلنا كريم. هو كان ضحية ضعف مني وضعف بشري وشهوة ما قدرتش أسيطر عليها، ومن استغلال طارق اللي عنده مرض نفسي وبيحب يشوف مراته مع رجالة تانيين. كريم دخل في لي